ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحه. بحبكم جدا 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 وحشوني جدا جدا جدا. النهارده بقى صلوا بنا على النبي قبل ما نبدا اي شيء، علينا افضل الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي. انا طالعه النهارده في فيديو معاكم كده، يا رب يكون النهارده الفيديو يكون عاجبكم. طالعه في فيديو معاكم كده نتكلم مع بعض شويه عن سبب نقلاني من الشقه، وفي كومنتات كده هنرد عليهم برضو. واللهم صل على النبي. وهقول لكم سبب تأخيري على الفيديوهات عليكم. قبل ما نبدأ أي حاجة هنصلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام ونقول وصباح القشطة وصباح العسل وصباح التفاؤل وصباح كل حاجة حلوة على عينكم يا أحلى متابعين في الدنيا، وصباح التفاح على البال المرتاح. اللايك بقى والشك، والله العظيم زعلانه منكم جدا 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 ان انتوا مش بتحطوا لايك للفيديو. دي مش قيمتي. انتوا لو بتحبوني هتحطوا لايكات كتير للفيديو، لان دي مش قيمتكم خالص. اللايكات دي ولا كني في لايكات، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يا حبايبي. حطي لايكات كتير للفيديو. والنهارده بقى الفيديو ده عايز يتفجر لايكات، يستحق اللايكات والله، عشان هتعب معاكم في شويه. حطوا لايكات كده للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت ينورني ويشرفني. وطبعا كل اللي منورني في قناتي ومتابعني وعلى راسي من فوق، مصر وخارج مصر كل انحاء العالم وعلى راسي، كل اللي مشرفني ومنورني في قناتي المتواضعه كلكم على راسي من فوق. النهارده بقى يا جماعه بقى تقطعوا كده ودانكم معايا وصلوا بينا على النبي واسمعوني قوي قوي، عشان كل حاجه بقولها لكم ما بخبيش حاجه عنها. كل حاجه بطلع اقول لكم عليها وما بخبيش حاجه عنها. هقول لكم سبب نقلاني من الشقه، اللي انا سبت الشقه ليه، وسبب تاخيري في الفيديوهات عليكم وفي كومنتين كده هرد عليهم. اسكتي يا رحيم عشان اللي بتاع ما يبقاش. اسكتي يا ولا حاشي يا احلام. تقطعوا بقى كده ودانكم، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت تنورني كده وتشترك. عايزين نوصل 100,000 يا جماعه، والله ما ينفع كده اقسم بالله. بصوا بقى، انا احب اقول لكم، انا عارفه ان في ناس كتير بتحبني وفي ناس كتير بتكرهني. على قد ما في ناس كتير بتحبني على قد ما في ناس كتير بتكرهني. فانا عارفه ان انتوا بتحبوا لي الخير وبتحبوني اكبر، وعارفين ان انا عاوزين اوصل النهارده قبل بكره. طبعا طول ما انتوا جنبي بعد ربنا سبحانه وتعالى هنوصل ان شاء الله. وان شاء الله هتوصلوا ل 100,000 ان شاء الله. يعني انتوا مش عايزين ناخد الدرع، مش عايزين ناخد الدرع ولا ايه؟ لو بتحبوني هتوصلوني. لايكات كتير للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت ينورني واشترك في القناه على ايدكم الشمال كده كلمه اشتراك وكلمه الكل تحتها عشان يوصلكم اي اشعار واي فيديو بنزله يوصلكم ان شاء الله. وفي ناس كتير يا جماعه كتبت لي قالت لي يا اسراء احنا ما وصلناش اي اشعار منك خالص، بيلغوا الاشتراك ويرجعوا يشتركوا تاني. يا ريت بقى تشتركوا على كلمه على ايدكم اليومين كده اشتراك وتحتها كلمه الكل اشتركوا كده عشان كل اشعار يوصل لكم. يلا بقى عشان ما نخشش احنا كده رغينا كتير ونخش في الفيديو على طول وما تطلعش عليا رغاية. اللهم صل على النبي. سبب نقلنا بقى؟ ده اول هام كده سبب نقلنا من الشقه. انا كنت لسه داخله الشقه يا جماعه، وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم وقرانا قران وعملنا كل حاجه. هما يومين بعد ما رستقت حاجتي ورستقت دنيتي وكل حاجه وقعدنا اسبوع. اللهم صل على النبي. نفسيتنا ما كانتش مرتاحه خالص في الشقه. انا وعيالي نفسيتنا مش مرتاحه خالص، ولا كنا مرتاحين في الشقه نفسيا ولا جسميا، ولا كنا مرتاحين في الشقه دي خالص. كنا قاعدين فيها كأن يعني تقضيه وقت. انتوا فاهمين؟ تقطعوا كده ودانكم معايا واسمعوني، ما بخبيش حاجه عنكم، كل حاجه بقول لكم عليها. كنا قاعدين فيها زي تقضيه وقت كده، ماشي. ما كناش مرتاحين فيها خالص. ونروح مشوار، نركب بعربيه، نروح السرفيس، نروح بعيد قوي قوي عشان نركب مشوار جامد. المهم احنا كناش مرتاحين خالص 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 في الشقه دي، لا انا ولا عيالي ولا جوزي، نفسيا ولا جسميا ولا كنا مرتاحين فيها. دي اول هام. تاني هام تاخيري في الفيديوهات عليكم. انا جاي لكم في السكه وجاي لكم في الكلام اهو. تاخيري في الفيديوهات عليكم دي تاني هام. تقطعوا قدامكم كده واسمعوني. انا حابه اطلع معاكم في فيديو قصير كده عشان تسمعوني واتكلم معاكم تسمعوني. المهم يا جماعه، رحت اقدم على النت بقى عشان الفيديوهات والشغل وحاجتي ما توقفش. بعد ما رتبت شقتي ونظمت حاجتي وكده رحت اقدم على النت. قالوا لي ما فيش عندك كابينه فاضيه. طب والحل؟ انا شغلي هيوقف، ما ينفعش كده. قالوا لي رقمك معانا، اول ما الكابينه تفضى هنرن عليك. طيب رحت مره واثنين وثلاثه واربعه، قلت لهم ما ينفعش كده، وزعقت وعملت اللي ما فيه الكفايه هناك في السنترال. قالوا لي مانيش هنعمل ما فيش كابينه فاضيه. قلت لهم طب في كابينه في تحت كاب فاضي وكده. قالوا لي لا مالكيش دعوه بدول، الكابينه الكبيره الكارته دي مليانه خالص. خلاص يا جماعه. خلاص مفيش كابينه فاضيه. طب اعمل
اضطر اعمل ايه؟ اضطر ان انا اجيب لوتر اللي هو اللاسلكي، انتوا عارفين اللوتر اللي هو اللاسلكي ده اللي بيتاخد في اي حته معاكم، بالشال في الشنطه كده في الكتف، بتاخد في اي مشوار معاكم. المهم كلفنا 1000 ونص، ما هو ما ينفعش نقعد كده ما نزلش فيديوهات مش في شغلي، جبته كلفنا 1000 ونص. المهم بعد ما جبته كلفنا 1000 ونص، قلت لها انا هعمل كذا، قالت لي مش هينفع لو هتعملي عليه فيديوهات وعليه حاجتك وكده مش هينفع. قلت لها انا عاوزه امشي نفسي وامشي حالي. المهم جبته يا جماعه وبقيت اشحن، اقسم بالله اقسم بالله العلي العظيم ما بكدب عليك، والله اللي احسن من الدنيا كلها ما بكدب عليك. جبت اللاوتر كلفنا 1000 ونص، بقيت اشحن كل 3 ايام ب 300 جنيه، مش هتصدقوا انا عارفه بس والله ما بكدب عليك، كل 3 ايام اشحن ب 300 جنيه. وما كانش بينزل لي الا فيديو، كنت افتح لايف عليها على التيك توك بس، يعني انزل فيديو او 2 وافتح لايف على التيك توك بس كده، اكتر من كده ما فيش. والاقيه خلاص ارجع اشحن بعد 3 ايام 300 جنيه. انتوا يرضيكم؟ بالله عليكم دي تاخير عليكم، ان كان يرضيكم قولوا يرضينا، دي يرضيكم كل 3 ايام 300 جنيه؟ ده لو حرامي مش هيعمل، اقسم بالله العظيم لو حرامي بيسرق مش هيشحن كل يومين 3 ب 300 جنيه. انا مانيش غنيه للدرجات دي، ده أنا مش غنيه يعني. المهم دي تنهام عشان امشي نفسي وامشي دي تنهام. المهم بقى ما قدرتش ان انا اشحن كل 3 ايام ولا كل يومين 3 300 جنيه يا جماعه، فدي تاخير عليكم في الفيديوهات. فعشان كده انا بقول لكم اعذروني، انا اسفه جدا 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 لكم، بتاسف لكم جدا اللي انا كنت بتاخر عليكم جدا على موضوع الفيديوهات ده. دي كان تاخيري عليكم في الفيديو، كنت كل ما انزل فيديو اقعد بالاسبوع وبالاثنين على ما انزل الفيديو التاني على ما اشحن الباقه. ما كنتش لاقي نفسي يا جماعه، ما كنتش لاقي نفسي خالص والله العظيم. المهم بقيت اشحن كل 3 يوم يومين 3 والكلام انتوا فاهمينه ده. المهم بقى انا تعبت من الشقه، نفسيتي تعبت جدا جدا من الشقه انا والعيال وجوزي، ومن ناحيه الشقه نفسيتنا مش مرتاحه، ومن ناحيه النت مش عارفه اشوف شغلي، واللوتر اللي هو اللاسلكي ده مش نافع معايا اي ببصله، بمعنى اصح كده بالعربي كده مش نافع ببصله معايا. وكل ما اقول لحد يقول لي لا ده ما ينفعش يا اسراء الوضع ده خالص. المهم دي تاني هام. تالت هام، في مثل بيقول لك يا رب ما يجعل لك جار له عينين، دي مثل وانتوا كلكم فاهمينه وعارفينه، يا رب ما يجعل لك جار له عينين. انا ربنا سبحانه وتعالى جعل لي جار له عينين وودن وكل حاجه يعني، بمعنى اصح انا كنت عارف ان انا بعمل يوتيوب وتيك توك وكل حاجه. المهم كنت كل ما اجي اعمل يوتيوب يستنط عليا هو ومراته وعياله، ودنه معانا كل يعني العماره كلها ما كانش فيها، العماره كلها كانت محترمه، ما كانش فيها الا الشخص اللي جنب ده اهو اللي ربنا سبحانه وتعالى شخصهولي له ودان وعينين وكل حاجه ايه يستنط عليا، يعني حاطط ودنه معايا يستنط عليا. خلاص كان لهم ازيكم يعني، لهم ازيكم دول عاملين ايه حبايب قلبي، حطوا تيتا اللايك، لهم حطوا تيتا اللايك. هو دافي شويه، هو بقاله يومين دافي، ادعوا له يا جماعه، ادعوا له كده ربنا يصلح حاله وخلوه لنا كده يا رب ويشفيه. المهم يا جماعه دي مثل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، او الناس بتقول لك روحي ربنا ما يجعل لك جار له عينين، بالعربي يعني كده بالفلاح زي ما بيقولوها. المهم هو ربنا سبحانه وتعالى جعل لي جار له عينين وودنه ووش وكل حاجه ومراته وعياله. المهم انا دي تالت هام، ما كنتش عارفه اشوف شغلي، كل ما اقول لحد يقول لي مدام جارك حط عينيه وودنه ودخل منقار وبوزه في شغلك مش هتعرفي تشوفي شغلك يا اسراء، مش هتعرفي تشوفي شغلك خالص ولا هتعرفي تتحركي. انتوا فاهمين؟ دي تالت هام. يعني سيبان الشقه هو نفسيتي مش مرتاحه، لا انا ولا عيالي ولا جوزي، لا جسميا ولا نفسيا ولا اي شيء. سبب سيبان من الشقه النت اللي كان خارب بيتي ومبهدل دنيتي ومبهدل حياتي، ومكنتش عارفه اشوف شغلي، وكنت بتاخر عليكم في الفيديوهات، وما كنتش بنزل فيديو الا من كل اسبوعين مره، وكنت حتى كل الكومنتات بتكتب لي انت فين، انت بتغيبي علينا لا كده، ما تغيبيش علينا بعد كده، احنا بنستنى فيديوهاتك، احنا كتر الكومنتات كانت بالطريقه دي، احنا بنستناكي بتتاخري علينا ليه مش عارفه ايه غصب عني. فانا حبيت اطلع على الفيديو ده عشان ايه اوضح لكم كل شيء واعرفكم كل حاجه واقول لكم من الالف للياء وتبقوا عارفين كل حاجه عن اسراء.
ايه تاخيرها عليكم على الفيديوهات، وايه سبب نقلانها من الشقه، واعرفوا كل كبيره وصغير. انتوا عارفين انا ما بخبيش حاجه عنكم، لانكم انتوا بعد ربنا سبحانه وتعالى في ظهري. والله العظيم والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم. ليش انتوا عليا احلى متابعين في الدنيا، مش هوصل لغايه دلوقتي، مش هوصل ل 24,000. والله والله ليش انتوا عليا في ظهري بعد ربنا سبحانه وتعالى. انا عارفه انتوا بتحبوني جدا، زي ما في ناس بتحبني كتير في ناس بتكرهني، وانا عارفه الناس بتحبني قوي قوي قوي، بتتمنى لي الخير وبتتمنى لي اكون سعيده في حياتي وكويسه ومبسوطه. وناس كتير بتكتب لي في الكومنتات اللي ربنا يصلح حالك ويعينك ويرزقك يا رب، يا رب يصلح حالك ويرزقك ويكرمك. كل اللي كان بيدعي لي يا رب يكرمك ويرزقك ويصلح حالك ويسترها معاك دنيا دنيا واخره. ولا عضني دنيا واخره. كل اللي كان بيدعي لي في الكومنتات واللي بيحب لي الخير ربنا يستره دنيا واخره ويجعله مستور وسعيد في حياته. كل اللي كان بيكتب لي في الكومنتات الدعاوي الحلوه بتاعتي، انا كنت ببقى منبهره وسعيده قوي وفخوره اما بلاقي كومنت حلو قوي قوي مكتوب لي، يعني بيدعي لي، بيحس انه بيدعي لي من قلبه. المهم يا حبايب قلبي، دي سبب انتقالاني بالشقه. النت والجار اللي ليه عينين هو وعياله حسب الله ونعم الوكيل. انا ما بقولش اللي حسب الله ونعم الوكيل فيه، ان كان هيسمعني ويسمع الفيديو حسبنا الله ونعم الوكيل فيه مراته وعياله. هو سبب نقلاني من الشقه، هو سبب النت وسبب الشقه مش مرتاحه لها. وكنت اصلا الشقه اصلا مش مرتاحه لها خالص خالص خالص، لا نفسيا ولا جسميا ولا اي حاجه، مش مرتاحه، ما كنتش نفسي اعمل فيها اي حاجه خالص. مش عارفه ليه كده. انتوا طبعا بتبقوا عارفين الحاجه بتبقى ايه، يعني راحه. الشقه بتبقى ادم ومساعده وخير عليا عن اي واحده تانية، مش عليا انا لوحدي. يعني واحده لما تكون بتنقل في شقه تانية يقول لك يا روحي ربنا يجعلها وش الخير واستعدى عليك يا رب، تكون فتحه خير. دي الله اعلم بقى كانت، يا بصوا كان ادمها زفت عليا، اقسم بالله العظيم كان ادمها زفت عليا، كان ادمها فقر، كان ادمها زفت، كان ادمها طين عليا الشقه. وغير ما الجار اللي ليه عنان اللي طلع لي هو ولاده ومراته وعياله وابدانوا معانا وبنقروا معايا ومنقروا كده حطوا معايا في فيديوهاته في شغلي، ما كنتش عارفه اشوف الشغل ولا كان ليا نفس بقى. بصوا بدام الواحده جالها احباط من شقه ومن جار ومن نت خلاص انتهت. استحاله لو عملت ايه، لو الدنيا اتهدت ما تقدر تعمل فيها فيديو تاني، ولا تقدر تعمل فيها شغلك، ولا تقدر تكمل فيها. انتوا فاهمين الكلام ده كله؟ انتوا فاهمين الكلام ده كده وبتعطوا ضرب كده واسمعوني، عشان انا حابه اطلع معاكم الفيديو ده واحكي لكم على كل حاجه، عشان ايه تسمعوني وتسمعوا حكايتي وتسمعوا قصتي. احنا متابعين في الدنيا ربنا يخليكم ليا، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بعتكم ليا تخلوني كده وتخلوني اوصل ل 23,000 مشترك. بالله عليكم وصلوني، بالله عليكم وصلوني، وصلوني 100,000 يا ولاد. عاوز اخد الدرع يا ولاد، والله العظيم نفسي اخد الدرع. يعني عاوز اسالك سؤال، اللي بياخد الدرع احسن مني؟ يعني انتوا بتحبوا اسراء، لو بتحبوا اسراء فعلا وصلوني 100,000. لو بتحبوني انا بحبكم جدا جدا من كل قلبي، لانكم بتقفوا جنبي وموصليني لغايه الوقت 23,000 مشترك. وصلوني كده ل 100,000 كده، ناخد الدرع وتفرحوا معانا ونفرح معاكم ونجيب تورته ونعمل حاجه ونعمل هيصه كده، بس لما نوصل 100,000 ان شاء الله. نوصل بس 50,000، نوصل حتى 50,000 يا جماعه، وبعد كده ربنا يستجيبها ان شاء الله. بس بيكون ان شاء الله هنوصل. خلاص يا جماعه عشان ما اطولش عليكم، تعالوا نرد على الكومنتين. انا كده خلصت لكم حكايه الشقه وقصه الشقه. تعالى بقى ايه، نرجع للكومنتين اللي اتكتبوا. اول هم في كومنت اتكتب لي يا جماعه، انا عمري في حياتي ما كنتش برد على كومنتات خالص نهائي، ما كنتش عمري رديت على كومنتات خالص خالص خالص. كان بيجي كومنتات كتير قوي بس كنتش برد عليهم، بسيبهم مع نفسهم. المهم اول هم جالي كومنت، انت مش محتاجه، انت ما انتش ناقصك حاجه، انت مبسوطه، انت عيشتك مرتاحه، انت عيشتك كويسه، انت. طيب انت اللي قلت الكومنت، جيت قعدت معايا وشفت عيشتي وشفت عيشتي مرتاحه وشفتني كويسه وشفتني مرتاحه وكويسه. ما هو انتوا بتتكلموا من ورا حته كاميرا، من ورا حديده، خلاص بتتكلموا مش عارفين اي حاجه في اي حاجه. المهم تعالوا يا حبايب قلبي، اللي بيقول الكومنت ده ما هوش عارف اي حاجه او بيتكلم خاص وبدش وخلاص مع نفسه. بصوا يا حبايب قلبي، احب اعرفكم انا مش بالاكل والشرب، مش بالاكل والشرب. انتوا شايفيني بني ادمه قاعده كشكل، كلبس، كمظهر، كاكل، كشرب. الناس كلها بتاكل وبتشرب احسن اكل واحسن شرب، انتوا عارفين بالكلام ده. وفي ناس ما بتبقاش لاقيه الدقه، ربنا يصلحها لهم ويزيدهم من نعيم الله ويسترها معاهم دنيا اخرى
وجعلهم مصدر مساعده احنا وهم امه محمد. بصوا يا حبايب قلبي، انا ما يغركوش اللي انا باكل وبشرب احسن اكل واحسن شرب وكويسه، بس انتوا عارفين فيا ايه؟ اللي بيتكلم ده في الكومنتات عارف فيا ايه؟ طبعا ما يعرفش فيا ايه. انا طبعا انا عشتي تعيسه جوايا كده، ربنا اللي يعلم بقلبي، مخنوقه وتعبانه نفسيا وجسميا، وعشت تعيسه. ما يغركش بطلع في الفيديوهات بضحك وبهزر واللي والكلام ده كله، لا ابدا ابدا. انا عشت تعيسه. هتقولي لي تعيسه ليه يا اسراء؟ اقول لكم بقى كل بيت مقفول عليه قرف. محدش بقى يسالني عشان ما تقولوش ليه يا اسراء مالك، ده انت كويسه، ده انت انا اقول لكم كل بيت مقفول عليه قرفه. فما يغركوش الشكل والمنظر واللبس والاكل والشرب والكلام ده كله، لا. انا تعبانه نفسيا، تعبانه جسميا، تعبانه في عيشتي، والحمد لله. بقول الحمد لله على كل شيء. ما ينفعش اقول الكلام ده، بس انا قلت عشان اوضح لكم كل كبيره وصغيره، عشان ايه كل بيكتب كومنت يبقى عارف بقول ايه. خلصت من الكومنت ده. تعالوا في الكومنت التاني، في واحد كاتب لي كومنت بيقول لي كانت اول صينيه كنت يعني قصده كلامه كنت بتحطي الاكل على صينيه، وبعدها ترابيزه بسفره، وبعد كده يا اسراء بقى مطبخ كبير على الشقه اللي انا سبتها، المطبخ الكبير على الشقه اللي انا سبتها. وبيضحك كده بهكك في بيضحك في الاخر كده. طب تعال خلي فيه سفره، خلي فيه اكل وشرب، خلي فيه مطبخ كبير. انت عارف فيه ايه؟ ما انتش عارف فيه ايه. الناس كلها بتاكل وتشرب يا جماعه، احسن اكل واحسن، مفيش حد ما بياكلش، مفيش حد ما بياكلش، الشعب المصري كله بياكل احلى اكل واحلى شرب. خليني باكل، خليني بشرب، خليني بلبس، خليني بجيب واجدد في الشقه، خليني بجيب والبس، وخليني اجيب كل حاجه في شقتي. كل واحده وكل واحد بيجيب في شقته، وكل واحده عايزه شقتها تبقى احسن واحلى واحسن من الدنيا كلها، ولبس احلى والدنيا احلى واكل وشرب احسن. طيب انتوا عارفين جوايا ايه يا حبايبي؟ والله ما تعرفوا حاجه، انتوا بتتكلموا خلاص. انا برضه على الكومنتات، انما الناس المحترمه اللي بتكتب لي كومنتات حلوه دول على راسي من فوق طبعا، وانتوا عارفين يا اسرار بتحبكم كلكم جدا. وبرضه الكومنتات اللي بتكتب لي الكلام ده كله برضه انا بحترمهم جدا وعلى راسي من فوق، لانكم انتوا كلكم اخواتي. انا معاملاكم كلكم اخواتي واهلي، والله العظيم والله العظيم معاملاكم كلكم عزوتي واهلي واخواتي، مش معاملاكم حد غريب ولا متابعين. المهم يا حبايب قلبي، كل واحده بتحب تجمد في شقتها، بتجدد في شقتها، بتظبط بعض شقتها، بتنظف في شقتها، بتجدد وتجيب احلى، بتبقى عاوزه احلى من التاني. المهم ايه، انا بجيب وبجدد في شقتي، بس نفسيتي تعبانه، جسمي تعبان، نفسيتي تعبانه، كل حاجه تعبانه فيها يا جماعه. هتسالوني تقول لي مالك يا اسراء؟ هقول لكم مش هقول لكم، عشان كل باب مقفول عليه قرفه، كل باب في الشعب المصري مقفول عليه قرفه. ما ينفعش بقى اللي هو الكلام اللي هو جوه بيتقال، ما ينفعش طبعا. انا بحكي لكم على الوضع وعلى اللي انا فيه كله. سوري. خشي يا اما يكسر اللينك غلط. انتوا فاهمين يا جماعه؟ حبيت بس ارد على كلمتين. محدش عالم بحد يا جماعه، محدش عالم بحد يا جماعه، محدش عالم بحد يا جماعه. اقسم بالله ما حد عالم بحد الا ربنا سبحانه وتعالى، وليعلم بالناس. جوه هنا ايه؟ الواحده نفسيتها تعبانه، متدمره، مخنوقه، قرفانه جسميا ونفسيا. وبصوا ما بناكل وبنشرب بس ما فيش راحه. خلي في اكل وشرب ولبس وتجديد في الشقه، بس ما فيش راحه. فين الراحه يا جماعه؟ لازم أن تكونوا بتشربوا وبتاكلوا وبتلبسوا وحاجه وشكل ومنظر بس في راحه. في ناس ما بتاكلش ولا بتشرب وبتاكل عيش وملح بس مرتاحه في عيشتها. انتوا فاهمين كلامي وفاهمين قصدي؟ انا عارفه انتوا فاهميني. في ناس ما بتبقاش لاقيه الدقه بس مرتاحه في عيشتها. في ناس بتاكل وبتشرب احلى اكل واحلى شرب وبتجيب وتجدد وتلبس بس مش مرتاحه، تعبانه. فما حدش يسالني انت تعبانه فيكي يا اسراء، لان مش هقول، لان كل واحد باب مقفول عليه. انتوا فاهمين؟ ويلا عشان ما اطولش عليكم بقى، احلى متابعين في الدنيا، ويا رب يكون الفيديو النهارده يعجبكم وينال اعجابكم، ويكون اتفرجوا على الفيديو بقى للاخر. بالله عليكم لو بتحبوني، بالله عليكم يا احلى اخوات، ربنا يستركم دنيا واخره، ما يحرمني منكم ابدا. كل اللي بيكتب لي كومنت حلو على راسي حبيبه جدا جدا في الله وفي رعايه الله يا حبيبي. مع الف الف مليون سلامه، لايك واشتراك عشان نوصل 100000 كده، اخد الدنيا ونعمل حاجه حلوه معاكم كده. الف سلامه يا حبايبي، الف رعايه الله.